تشتغل فنانة استعراضية وبينها وبين هيفاء وهبي مصانع الحداد عشان حاولت تقلدها، وتعرضت في الفترة الأخيرة للاعتداء عليها من ابن فنان مصري، وفاجأت جمهورها بالترشح للانتخابات التونسية وأثارت الجدل بأزيائها المثيرة. كلامنا هنا عن الفنانة نرمين صفر اللي تعرضت لواقعة جديدة صادمة شغلت الرأي العام مؤخرا. جدل كبير أثارته الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر بعد اتهامها لابن الفنان المصري أحمد دياب بمحاولة الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح بعد ما استدرجها في شقة مشبوهة، وده اللي خلاها ما تسكتش وتفضحه وتقدم فيه بلاغ. الفنانة نرمين صفر اتكلمت عن علاقتها بابن الفنان أحمد دياب واللي كانت في بدايتها مجرد علاقة سطحية بدأت من 8 سنين، فكان هو من جمهورها وبعد كده بقوا قريبين من بعض. وبعد أكتر من سنة تواصل معاها والده الفنان أحمد دياب علشان تساعد ابنه بسبب انه تعبان وحاول ينهي حياته أكتر من مرة. لما سمعت كده نرمين ما ترددتش وساعدته بأكتر من مبلغ مالي وصلحت علاقته بوالده، ولكن بعد رحيل والده اتقطعت العلاقات بينهم واتجددت العلاقات دي مرة تانية لما كنا في فترة الكورونا، فتواصل معاها لأنه كان عاوز فلوس منها ولكن ما ساعدتوش لأنها كانت في زيارة لمصر من شهرين. ومش بس كده، ده طلب منها انها تبعت له بنات تشتغل معاه في شركة العطور اللي سابها له والده. بعد رجوعها لتونس طلب منها انه يتقابل معاها هو ووالدته، ولكن هي كانت مشغولة بسبب مرض والدتها، ولكنه حاول أكتر من مرة يبعت لها انه في مصر وساب لها هدية مع والدته بالبيت وانها تروح تاخدها. لما راحت بقى للعنوان اللي قال لها عليه لقيت انه كان في منطقة شعبية شبه مهجورة كده بتونس، ولما وصلت بعتت لها والدته فويس نوت انها بالدور الثالث ومستنياها، ولما وصلت السلالم اتفاجئت بانه حاطط السلاح الابيض على رقبتها وسحبها لفوق، ولكنها كانت بتعافر معاه وتصرخ عشان تلم سكان المنطقة، ولكنه هرب. بعد ما شوه لها وشها اكتشفت بعدين ان والدته مش موجودة وهي بتبعت لها فويس نوت وهو بيبعتهم لكل البنات، وان قصة شركة العطور دي مجرد قصة من تأليفه عشان يخدع البنات، وهرب وهي خايفة تخرج من البيت بسببه، وعشان كده قدمت بلاغ ضده هو ووالدته. واكدت نرمين انها واثقة في العدالة والقضاء وبتتمنى ياخد اشد عقوبة في اسرع وقت. اللي ما يعرفش نرمين صفر فهي اتولدت سنة 1990 في ايطاليا، اسمها الحقيقي نرمين بنت رضا صفر شيخ الهدى. حاليا هي عايشة في مدينة المهدية بتونس، ولما بقى عندها 18 سنة اقتحمت عالم الرقص والغنى وزاعت شهرتها بسبب صورها الجريئة والمثيرة. الفنانة التونسية نرمين صفر كانت قبل كده اثارت جدل بالمجتمع التونسي في 2024، وده بعد اعلانها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قدام الرئيس الحالي قيس سعيد. وقالت في برنامجها الانتخابي انه لو فازت برئاسة تونس هتعمل مشروع مختلف في الميراث بيدي التلتين للست والتلت للرجل، ومش بس كده دي هتمنع لبس غطاء الراس وهتفرض عقوبة على اي راجل وعد اي واحدة ست بالجواز وما نفذش الوعد ده. نرمين اثارتها للجدل ما وقفتش عند الموضوع ده، دايما بتتعرض للهجوم من الفنانين السوريين بسبب ظهورها بازيائها الجريئة واللي اتشهرت بيها. اخر مفاجاتها كانت انها اتهمت الفنانة الاستعراضية النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتقليد محتواها الفني، ولان هيفاء عارفة مين هي كويس ومكانتها ايه في الوسط الفني رفضت الرد على كلامها. الفنانة نرمين صفر رغم تعرضها الدائم للهجوم والانتقادات بسبب افعالها الا انها بتحاول طول الوقت تركز في شغلها ورقصها الاستعراضي الجريء.